أهلا بيكم في يوم جديد مع ندى عادل. كل يوم جديد ربنا بيكتبه لنا ليه معنى إنك تقوم تتحرك تعافر عشان توصل. وحلقة النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة حلقات إزاي أحب نفسي. وأول حاجة هنتكلم فيها النهاردة في حب النفس هو إنك تبقى أناني. مش أناني بالمعنى اللي كلنا عارفينه، إن أنت تبقى شخص بقى مركز في حاجتك أنت بس وما بتعملش أي حاجة لحد وما بتساعدش حد وما بتعملش أي حاجة. لا، إحنا مش عايزين الأنانية دي. احنا عايزين أنانية صحية. يعني ايه هي الأنانية؟ ممكن تبقى صحية. ايوه، تبقى صحية امتى؟ تبقى صحية لما انت تبقى بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت عايزها، الحاجة اللي عايز تطور نفسك فيها، ويبقى عندك القدرة انك تقول لا. انك تقول لا لأي حد. مثلا خروجة انت حاسس انها هتضيع لك وقتك، مش حاسس انها ممكن تضيف حاجة ليومك، وان انت محتاج ان الوقت ده انك تinvesته في حاجة اكتر. فسيمبلي قول لا. ويبقى هنا هي دي الانانية الصحية اللي بتكلم فيها، ان انت تبقى عارف امتى تختار ان انت تنزل تعمل حاجة تضيع فيها وقت for fun. الفن ده هيرجع عليك انت انك هتشتغل احسن وهتبقى احسن، ولا الحاجة دي لما تعملها هتأدي لتأثير سلبي عليك وتخليك مش عارف انك تكمل اللي انت بدأته. طيب ده ايه علاقته بان انا بحب نفسي، او اعرف منين ان انا بحب نفسي؟ اول حاجة لما تبقى انت مقيم نفسك، يعني ايه؟ انت بتدي قيمة لنفسك، عارف قيمة نفسك وعارف قيمة وقتك وعارف قيمة الحاجة اللي انت بتعملها والحاجة اللي انت عايزها. انت هنا بتحب نفسك. مش بتحب نفسك برضو بأنانية او بغرور، لا، انت بتحب نفسك علشان دي هدية اتسجفت من ربنا اداها لك، المفروض ان انت هتتحاسب عليها، وان انت المفروض تعملها كويس، والمفروض انك تبقى في ألفة وحب ما بينك وما بين جسمك وما بين روحك وما بين عقلك. لازم يبقى في التناغم ده علشان تبقى صحيا كويس، منتل هيلث بتاعك كويس. فدفنتلي ان انت تعرف قيمة نفسك، ده حب لنفسك وتقدير واحترام للروح اللي ربنا خلقها ووضعها في جسدك من أول ما اتخلقت لحد اليوم اللي هنروح له فيه نقابله تاني إن شاء الله. فطبعا احترامك لنفسك وتقديرك لذاتك مهم جدا في مشوارك لحبك لنفسك. فلما هتبدأ تحب نفسك أكتر هتبدأ تظبط وقتك أحسن، هتبقى عارف إمتى أعمل الحاجة دي وإمتى ما أعملش الحاجة دي، امتى النهارده هذاكر وعافر واتعب وبكره هريح شويه علشان مثلا عندي شغل في حته كذا. انت بتعرف تمانج حياتك، تعرف بقى تشوف المفروض ان انت وصلت لفين وعايز توصل لفين، وايه الطريق اللي هياخدك عشان توصل ما بين هنا النقطه دي والنقطه دي. فده مهم جدا في حب نفسك وتقدير ذاتك وشخصيتك. تاني نقطة هنتكلم فيها النهاردة هو إنك محتاج تسلم أمورك لله أكتر من كده. يعني ما تبقاش دايما شايل هم، هو أنا اللي بعمله ده صح ولا اللي بعمله ده غلط، طب أنا هكمل كده. تبقى شخص مذبذب. محتاج تبقى عارف إن كل حاجة بتيجي في وقتها، وإن كل حاجة بتيجي بأمر ربنا، بس البداية دايما بتبقى منك أنت، بتبقى من عندك، اللي احنا بيسموه السعي. إنك بتسعى والنتيجة بتسيبها على ربنا. فدلوقتي انت خلاص عرفت انت مين وبتحب ايه وحطيت تارجت لحياتك. طيب انا عايزه احقق بقى التارجت ده، ماشي، هتشوف الستبس اللي هتمشي عليها، لكن اهم حاجه انك مش هتفكر في النتيجه، لان النتيجه مهما كانت هي ايه، انا مؤمن ومتاكد ان ربنا كاتب لي اللي فيه الخير وكاتب لي اللي فيه الصح. ان لو الحاجه اللي انا بعملها دي هي فعلا الحاجة اللي أنا بحبها واللي أنا شاطر فيها واللي أنا مخلوق على الأرض عشانها، ربنا هيسخر لي كل حاجة في الكون صغيرة وكبيرة تساعدني لتحقيق الهدف ده. فبالتالي لما بتبدأ تفكر بالمايند سيت دي، بتبدأ
تحس براحة، اللي هو خلاص أنا بعمل اللي عليا والباقي اللي على ربنا. أنت مش شايل هم أي حاجة، لأنك عارف متأكد ومتيقن إن كل حاجة لو فيها خير ليك هي هتحصل. طيب في ناس دايما بتتكلم عن موضوع الجذب أو قانون الجذب، وناس كتير اتكلمت فيه. أنا من وجهة نظري المتواضعة إن قانون الجذب هو التسليم، إن أنت فعلا بتسعى وبتتفائل وبتبقى حاطط في دماغك إن الحاجة دي لو خير هتيجي، وإن أنا متفائل خير بربنا، وإن ربنا هيرزقني وهيديني كل اللي أنا عايزه. فبالتالي ربنا لما بيشوفك قد إيه عندك يقين بالحاجة اللي أنت بتعملها، وعندك يقين فيه إن هو هيساعدك وهيقويك على اللي أنت بتعمله، definitely هيعمل كده. ربنا قال لنا إن الدعاء بيغير الأقدار. فأنت متخيل بقى إنك تبقى بتحب حاجة قوي وعايز توصل لحاجة قوي وتقعد تدعي ربنا كتير جدا، وتبقى متفائل خير إن ربنا هيديك الحاجة دي، وإن ربنا هيعزها عليك أو مش هيديها لك؟ لا طبعا لا، أكيد ربنا هيديها. فقانون الجذب هو بيشتغل، وأنا جربته أكتر من مرة. بس جربته بطريقتي أنا، الطريقة اللي بقولها لكم دي، إن يكون عندي يقين 100% إن الحاجة دي لو خير ربنا هيديها لي، وأبقى متفائل وأفضل أشتغل على الحاجة اللي أنا عايزها دي لحد ما أجيب آخري فيها، عشان ربنا يشوف قد إيه أنا بجتهد عشان أوصل للحاجة دي، وبدعي له كتير قوي إن هو يوفقني في الحاجة دي. فدفنتلي بيوفقني، دفنتلي يسخر لي بجد كل عنصر في الحياة يساعدني. بيبعت لك ناس out of nowhere تقول لك يلا تعالى احنا هنعمل كذا كذا كذا، تكون انت لسه قبلها بثانية بتفكر في نفس الحاجة دي. ده ربنا بعته لك، دي إشارة من ربنا بتقول لك إن أيوة كمل في الطريق اللي انت فيه، وانت صح، وانا في ظهرك وبساعدك. لما يبقى في الكونكشن دي ما بينك وما بين ربنا، صدقني كل حاجة في حياتك هتبقى سهلة جدا جدا جدا. مش بتكلم عن ديانة معينة، أنا بتكلم عن الماجوريتي، إن كلنا عارفين إن الكون ليه خالق، whatever الخالق ده في كل ديانة بيسمى إيه، أو في كل عقيدة بيسمى إيه. بدليل إن في الهند إحنا عارفين إن الهنود عندهم ديانات كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن بالرغم من كده أنا شفت كمية آيات لما رحت الهند، وشفت كمية وعي عند الناس دي بإيمانها إن الشيء اللي هي بتعمله ده أو العبادة اللي هي بتعملها دي هتجيب لها فعلا ده. الناس دي عندها وعي رهيب، الناس دي عندها طريقة فكر مختلفة، ومعرفش ازاي. فكنت واقفة كده متضايقة وبتأمل في نفس الوقت، اللي هو ازاي انتوا عندكم كمية الوعي ده، وعندكم كمية الإحساس بالأشياء والحاجات اللي بتحصل، وأي حاجة انتوا عايزينها بتتحقق فعلا. انتوا ازاي بتعملوا كده؟ ازاي؟ كانت خلطة كده مش فاهماها، وما زلت لحد دلوقتي بعد 7 سنين أنا ستيل مش فاهمة الناس دي بتعمل الكلام ده ازاي. الفكرة كلها إن هم عندهم يقين في الحاجة دي، سواء بقى الحاجة دي ربنا هيحاسبهم بعدها بعد ما العالم ينتهي ازاي، دي حاجة بتاعته هو اللي خلقنا، هو عارف هو هيعمل معانا ايه. لكن الفكرة كلها ان هم they are positive، هم عندهم targets بيحاولوا يحققوها، عندهم يقين ان الحاجة دي هتتحقق، فsurprisingly ربنا بيحققها لهم. بغض النظر بقى هم عندهم يقين في ربنا، الإله اللي تبع ديانة الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو أي ديانة تانية، بس هي فكرة اليقين. هم عندهم يقين قوي جدا بأن الحاجة دي هتتنفذ، إن الحاجة دي هتحصل زي ما احنا مرتبين لها بالظبط. فده حلو قوي إن انت برضه يبقى عندك اختلاف ثقافات، تبقى عارف ناس مختلفة، كل واحد فيهم بيتكلم عن الحاجة الكومن اللي في دولته أو في عقيدته أو وانت بتاخد منها اللي يناسبك.
كل حاجة انت بتعرفها بتنور لمبة في مخك. اللمبة دي هي اللي بتنور معاك حياتك بعد كده. فكل دي آيات ربنا بيبعتها لنا على الأرض، مسجز، ممكن نسميها مسجز أو الساينز اللي ربنا بيبعتها لنا علشان يأكد لنا الحاجة اللي احنا بنعملها دي هي صح ولا غلط، الطريق اللي انت ماشي فيه ده هو الصح ولا لأ. ف definitely سلموا لله ان هو هيديكوا الحاجة اللي انتوا عايزينها في الوقت اللي انتوا عايزينه، بمجهود اللي انتوا بتدوه، اقصى مجهود عندكم واقصى باور عندكم. هتلاقوا نتيجة، وهتلاقوا نتيجة بجد بسرعة جدا. انتوا مش متخيلين، انتوا بس محتاجين تجربوا. كمان كنت تحطوها في اعتباركم ان دايما تسراوند yourself بناس positive، ناس عندهم نفس الحلم بتاعك، ناس عندهم حتى لو ما عندهمش نفس الحلم بتاعك، بس ناس بتبقى بتزقك لقدام، عايزاك تبقى احسن، عايزاك تتطور. اي حد في حياتك بيقول لك حاجات نيجاتيف او بيكسر مقاديفك ويقول لك ايه يا عم المشروع اللي انت بتتكلم فيه، بيوجد ايه اللي انت بتعمليها، عشان كلنا اكيد واجهنا الناس دي في حياتنا، ومن اقرب الناس لينا يعني الاب والام. يعني اكيد مثلا موضوع اليوجا ده بالنسبه لي ما كانش حاجه سهله خالص، لا بالعكس، انا واجهت حاجات كتير قوي من اهلي نفسهم، كانوا معترضين على الموضوع، كانوا معترضين على سفري، كانوا معترضين ان انا اصلا ادرس اليوجا، ولحد دلوقتي لسه في ناس منهم معترضين على اللي انا بعمله. لكن قدرت اثبت لنفسي واثبت لهم ان انا صح، واني بعمل الحاجه اللي بحبها والحاجه اللي عايزاها. عايزاكم انتوا كمان تعملوا كده. اكيد علاقتنا باهالينا علاقه قويه، وان المفروض ان مفيش اي حاجه تاثر فيها، لكن لما يوقفوا قدام الحاجه اللي انتوا بتحبوها او الحاجه اللي انتوا عايزينها، ساعتها انتوا محتاجين انكم اتكلموا بهدوء، احنا مش بنتخانق، بس فهموا من وجهه نظركم، اشتغلوا على الحاجه دي ما بينكم وما بين نفسكم، ما بينكم وما بين صحابكم كبدايه. اتاكدوا ان انتوا بتحبوا الحاجه دي الاول، بعد كده ابداوا تدخلوا بقى في الخناقات العائليه اللي بتحاولوا تقنعوا بيها بعض الاهالي او بعض الصحاب ان اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي انتوا بتحبوه، هو اللي انتوا عايزينه. الفكره كلها ان انا مش عايزاك تتاثر بالعوامل الخارجيه. يعني مهما حد قالك ايه اللي انت بتعمله ده، ايه الهبل ده، ايه الفشل ده، ما تسمعلوش خالص، لان محدش هيقدر يعمل حاجه او يغير حاجه غير لما انت تغير بنفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اي حاجه في الكون مش هتتغير غير لما تبدا بيك انت، فانت اللي لازم ابدا، حط اول ستيب، رجلك على اول الطريق، وهم هتلاقي بعد وقت شويه لما تبدا انت تنجح في السكه اللي انت ماشي فيها، هيبداوا يغيروا طريقه تفكيرهم معاك، هيبداوا يغيروا طريقه كلامهم معاك. ده الولد ده طلع عنده حق ولا ايه، شكله بيفكر صح ده ولا ايه، فاحنا هنسيه. فعادي ان في الاول اي فكره هيبقى فيه كلاشز ما بينك وما بين اهلك، اعتراض او اهلك اعتراض على الحاجه اللي انت بتعمليها، انت بتضيعي في وقتك، انت. الفكره كلها ان انت لازم تخوض التجربه، ولازم تبقى متقبل ان التجربه ممكن تنجح وممكن تفشل، وفي الحالتين انت ما خسرتش حاجه. لو نجحت فانت كسبت، ولو فشلت، انا ما بحبش كلمه فشل قوي، بس لو الموضوع ما نجحش هتبقى اتعلمت. فهي دي كل الفكره، ان احنا طول ما احنا ماشيين في دنيتنا احنا بنتعلم، بنقرب من نفسنا اكتر، بنقرب من حلمنا اكتر. ممكن ما يبقاش حلمنا، ممكن بعد 10 سنين 11 12 سنه احس ان لا مش ده اللي انا عايزه، انا هكارير شيفت اصلا، فاعمل حاجه تانية خالص. جزء من الرحله هو انك تتقبل الريزلت
whatever كانت ايه. اتقبل ان انا ممكن اكون في وضع ناجح، وممكن اكون في وضع اني محتاجة اغير طريقة تفكيري، او محتاجة اغير الاستراتيجية اللي انا ماشي بيها علشان اطور من نفسي واكون احسن. والدروب اللي بيحصل لك ده اهم بكتير 100 مليون مرة من ان انت تفضل ماشي ستيبل، طالع 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 طالع. لان طول ما انت طالع هيبدأ الايجو بتاعك يزيد، وانس ان الايجو زاد هتنزل سابع ارض وهتعيد من اول وجديد. لكن طول ما انت ماشي ومتوكل على الله وبتاخد الستبس بتاعتك، وبيبقى فيها حاجات متيسرة حاجات تانية لأ، فانت في ups and downs، في طالع نازل، في احساس بالمكان اللي انت كنت فيها وبعدين انا نزلت شوية، فخلاص يا رب ماشي انا متقبل، خلاص هبدأ الحتة دي من اول وجديد، فارجع اشتغل عليها تاني. فالايجو بتاعك متسنتر، ولا هو عالي قوي ولا هو في الارض، لا هو في مكانه ساكن كده. احنا عايزين الايجو بتاعنا ده يفضل ساكن، احنا مش محتاجين منه اي حاجة ومش عايزين منه اي حاجة، لان الايجو لما بيدخل في اي حاجة بيبوظ. الايجو ده اللي هو الغرور، والغرور ببساطة هو اللي خرجنا من الجنة بس طبعا بأمر من ربنا، عشان ربنا يعلمنا حاجة، يعلمنا ان احنا ما نغلط باب التوبة مفتوح، وان الايجو اخرته وحش. فهي دي الفكرة، ان انت محتاج ان الايجو بتاعك يفضل ساكن، ما تفكرش فيه خالص، وتفكر في انت مين، بتعمل ايه، بتحب ايه الخطوات اللي انت ماشي عليها، وتحب نفسك سواء بوزيتيف قوي او سواء نيجاتيف قوي. في كل الحالات انت بتحب نفسك ومتقبلها وراضي، والنتيجة مش بتاعتك خالص، النتيجة بتاعت ربنا وحده سبحانه وتعالى. والنهاردة تكون خلصت حلقتنا، وإن شاء الله نشوفكم البودكاست الجاي يوم الخميس الساعة 5. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس عجبكم البودكاست ولا لأ، حاسين ان الموضوع مفيد بالنسبة لكم ولا لأ. لو عايزين نتكلم في مواضيع معينة برضو اكتبوا لي المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها، وإن شاء الله أشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي.